النهارده هنتكلم عن واحد من اقوى السوائل اللي موجوده في جسم الانسان، بل موجوده في العالم كله، وهو حمض المعده. بيتكون من ايه؟ ازاي جسمنا بيستحمله؟ وهل فعلا بيدوب الحديد؟ حمض المعده بيتكون من تركيز عالي جدا من حمض اسمه الهيدروكلوريك، وده بيخلي نسبه حموضته توصل لواحد ونص على مقياس البي اتش. البي اتش باختصار بيقولك ان كل ما الرقم يقل معناها ان درجه الحموضه تزيد. هنتكلم اكتر عن البي اتش في فيديو تاني، فمتنساش تعمل فولو. واحد ونص دي درجة حموضة عالية جدا، بتخليه أقوى من حاجات زي الليمون والخل وحتى الكلور كمان اللي بننضف بيه. تجارب علمية كمان بتقول إن الحمض ده يقدر يدوب قطع صغيرة من الحديد. بس السؤال هنا هو لو بالقوة دي إزاي جسمنا بيستحمله؟ المعدة ربنا خلقها بنظام حماية خارق بيكون من حاجتين. أول حاجة المعدة عندها طبقة مخاطية سميكة جدا بتشتغل زي الدرع، بتمنع إن حمض المعدة يوصل للخلايا ويعمل لها أي ضرر. كمان خلايا المعدة عندها كتر تجدد سريعة جدا، فحتى لو حصل لها ضرر هيتعالج بسرعة قبل ما يكبر. بس ازاي الحماية دي كلها موجودة وبيحصل لنا قرحة للمعدة؟ قرحة المعدة بتحصل لما يحصل خلل في توازن المعدة، زي ان طبقة مخاطيات تقل جدا او نسبة الحمض ذات نفسها تزيد. وده ممكن يحصل لعدة اسباب، اهمها وجود بكتيريا زي الاتش بايلوري او جرثومة المعدة، الضغط النفسي الشديد، او استخدام بعض الادوية بشكل مفرط وخصوصا المسكنات. ايوه مسكنات، ما قلناش غيرها في القناة دي. هنتكلم اكتر عن الموضوع في الفيديو الجاي، فمتنسوش تعملوا لايك وفولو. سلام.